عارف ايه اهم حاجه في الشغل؟ لا مش تظبيط الشغل ولا فلوس الشغل ولا مواعيده. امال ايه يا عم كريم؟ هقول لك. وانا في الكليه نزلت اشتغل في واحده من اكبر الادفرتايزنج ايجنسيز في مصر من غير ذكر اسماء. مديري في الشركه دي واللي عامل معايا انترفيو قبلني. في اول يوم طبعا بيكون في اورينتيشن، بس قال لي اهم معلومه هتاخدها في اليوم تطلع اللوبي الساعه 5 ل 5 عشان اقول لك عليها. فعلا على 5 ل 5 ظبطت الالارم، رحت وقفت في الحته اللي هو قال لي يقف فيها. لقيت كذا حد في الشركه قاعد على السوفا ومستني. راح هو طالع وفي مشهد سينمائي ده حقيقي اللي حصل ده. قال لي يا ابني شايف الناس دي كلها؟ دول موظفين مستنيين الساعه تيجي 5 بالظبط عشان يبصموا ويمشوا. قال لي لو عملت زيهم هتفضل طول عمرك موظف عادي، انما لو عاوز تبقى شخص جامد زيي انا ما بيفرقليش البصمه، بمشي لما الشغل يخلص حتى لو هبات. فانت عندك حريه الاختيار، عاوز تبقى حد فاشل زيهم ولا عاوز تبقى حد جامد زيي. ومن بعدها وعينيا ما شافتش نور. كان ماشي بمبدا ان انا مهما عملت شغل حلو لازم يقلل منه ويقول لي ان هو وحش عشان اشتغل اكتر. وفضلت مكمل في الكلام ده 4 شهور، وكنت فيهم كاره حياتي وحاسس ان شخصيتي بقت اسوأ بكتير، لان على مدار ال4 شهور دول انا ما اتطورتش خالص بالشكل اللي المفروض اتطور. اكتشفت بعد كده لما قريت اكتر في سايكولوجي ان دي حاجه اسمها بيجميليان افكت. بمنتهى البساطه ان لما حد بيقول عليك كلام سلبي وانت بتصدقه بتبدا افعالك فعلا تبقى اوحش، وبتغلط غلطات اكتر والناس بتشوفها اكتر، وبتفضل في سايكل زي الزفت لحد بتكره حياتك ودنيتك وبتحس ان انت انسان مالكش لازمه. الدرس المستفاد من القصه دي ان بيئه العمل دي هي بيئه توكسيك لازم ان انا اهرب منها اول ما اكتشفها. من اول اسبوع شغل ما استناش حتى ان الشهر يخلص. انا كريم حنفي، سلام.